شيكابالا دايما ملك اللقطة، ما فيهاش كلام صدقني. وتعال نبص على حاجة تانية غريبة، وهي ازدواجية المعايير عند جمهور الزمالك وكمية المشاكل اللي الأهلي داخل فيها إعلاميا ودور الإعلام. بس هنبدأ واحدة واحدة بمؤسس جروب اللقطوية وهو شيكابالا. كان جمهور الزمالك يطلع يقول لك على كهربا، ده كهربا ده ملك اللقطة، كهربا ده لعيب بتاع لقطة، وهم عندهم الأسرة بتاعتهم جوه فريقهم مؤسس الجروب، مؤسس جروب اللقطوية. طلع شيكابالا مع ابراهيم فايق زي ما بيطلع يعني يقول له يا ابراهيم، انا ابراهيم هحضر مع الجمهور في التالتة يمين يا ابراهيم، انا ابن التالتة يمين يا هيما، لازم نبقى مع الزمالك، لازم نبقى في ظهر الزمالك. وسبحان الله تاني يوم على طول يبقى الماتش، تيجي تبص كده في التلفزيون تلاقي كابتن شيكا مؤسس جروب اللقطوية قاعد في المقصورة. يا شيكا، يا شيكا، ده ايه اللي جاب المقصورة للتالتة يمين يا ابن النادي؟ ايه اللي جاب المقصورة للتالتة يمين؟ انت مش عارف تاخد اللقطة حتى، يعني انت حتى مش عارف تاخد اللقطة. بيقول له كان ابراهيم فايق جاي عامل لقاءات مع ناس كده وحتت في بيوت مرسوم عليها علم الزمالك ولوجو الزمالك. والنبي يا ابراهيم، والنبي يا هيما، انا بقول لك على الهوا قدام الناس، لازم تاخدني توديني المنطقة دي، لازم يا ابراهيم، لازم اشوف الناس دي واقعد معاهم. طب وانت ما كنتش في فاصل تقول لي ابراهيم فايق؟ ده انت بقى واحد نيته سليمه وفعلا عايز تشوف الناس دي تقعد مع الناس ديت. طب يا باشا، ما كان في فاصل بينك وبين ابراهيم؟ كان في فاصل تتكلم فيه معاه في الحاجات دي وتقول له الكلام ده انك عايز تروح، ولا سمعنا على الهوا؟ ابوس ايدك يا ابراهيم ودينا يا ابراهيم. ابن التالتة يمين يا جماعه، ابن التالتة يمين كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، بين قوسين مؤسس جروب اللقطوية، جروب محب اللقطات هو شيكا. الواحد قال لك هيعتزل، هيعقل، مش عارف ايه، برضه هو لسه شيكابالا زي ما هو مش هيتغير. نيجي نخش على ازدواجية جمهور الزمالك او جمهور الزلو. انتوا بتفكروا بايه؟ من بداية الموسم الاهلي كان مسيطر على كل العاب الصالات، اي بطولة صالات بقى، سيدات، رجال، طايرة، يد، اي حاجة الاهلي واخدها. كان جمهور الاهلي مثلا او صفحات الاهلي على السوشيال ميديا تطلع ايه؟ مبروك للاهلي، الناس تفرح بتاع واخد بطولة يا عم. كانت اقول لك جمهور الاهلي، جمهور الاهلي بعيد عن كرة القدم وبقى يشجع صالات، فرحانين ببطولة صالات. وتلف الايام والشهور ويجي الزمالك يكسب امبارح البطولة اللي كسبها بتاعت كاس مصر على مسار الاتصالات تقريبا. يا لهوي يا جدعان، فرحة مش طبيعية. ايه شيكابالا موجود والجمهور في المدرجات وسمعنا يا عمي الحدوتة. ايه يا حبيبي، هو مش كان الاحتفال ببطولات الصالات حرام؟ ولا هو حلو ليك وحرام ليا؟ ولا انت عشان كان محطوط عليك طول الموسم في الصالات مش عارف تاخد بطولة فكان حرام عليا انا احتفل؟ ازاي يعني تحتفل ب 17 بطولة وانا يا دوب خدت بطولة احتفل بيها؟ وبجمهور الاهلي اللي مش عارف يشجع كوره بقى، مش عارف ياخد حاجه في الكوره فبقى يروح يشجع صالات. عايز اقول لك معلومه، في اسوأ مواسم الاهلي اللي احنا فيه دوت، اسوأ مواسم الاهلي واخد بطوله في القدم و16 بطوله في الصالات، وانت واخد بطوله صالات وصفر في كره القدم. تقول انا متصدر الدوري وهوصل نهائي الكونفدراليه، خدتهم؟ تقول انت هتاخدهم؟ انا بقولها لك من دلوقتي كده كده زي ما قلت لك في الفيديو، انت مش هتاخد الدوري. اركن الدوري الكونفدراليه الله اعلم بتلعبوا فريق مركز 16 في الدوري الجزائري. بس عايز اقول لك على حاجه، انت لحد دلوقتي موسم صفر في كره القدم وانا طالع ببطوله، لحد دلوقتي طالع ببطوله في الصالات وانا ب 16 بطوله. فكره القدم مين اللي بعدونا على مش عارفين نشجعها، مش عارفين ناخد فيها بطوله؟ فاسوأ مواسمي انت متصدر الدوري فرق 5 نقط ولسه في مواجهات مباشره ليك معايا ومع بيراميدز ومش عارف تحسم الدوري. في أسوأ مواسمي مش عارف تحسم الدوري قبل نهاية 4 5 جولات، اللي هو أنا لو بنص مستواي كان زماني حاسم الدوري دوت بفرق 10 نقط ولا حاجة. ده في أسوأ حالاتي. فوق لنفسك يا ابني، خدت بطولة حقك تفرح يا باشا، على على راسنا، وغني يا عم، سمعنا يا عم الحدود اللي أنت عايزه. بس مش أنت اللي تقول لي أنا أفرح إمتى، مش أنت اللي تقول لي أنا أفرح إمتى، مش أنت تقول لي بعدنا جمهور الأهلي عن كرة القدم. انسى، اعرف حجمك هو دوت. صباح الفل. نيجي بقى عن الإعلام. الإعلام وكمية المشاكل اللي داخل فيها الأهلي، الواحد كل يوم تقريبا بيبقى فيه مشكلة عن التانية، كل يوم يا بيان هنا، يا مشكلة هنا، يا إشاعة هنا. والإعلام إيه؟
شغال سكريبتات وكذب واشاعات. الله اكبر الله اكبر. انا نزل بيان انه مقدم شكوى في الاعلام هاني حتحوت وفي قناه MTI او مودرن سبورت ديت اللي لسه طالعه جديد. ان طلع كلام ان من الاعلامي دوت يعني ان الكابتن محمود الخطيب بيشتكي وفي خلافات بينه وبين اعضاء مجلس الاداره. سؤال بس، هو الكابتن محمود بيشتكي لمين؟ يعني رئيس مجلس الاداره بيشتكي لمين؟ كلمك انت اشتكلك؟ قال لك والله يا اعلامي في مشاكل بينه وبين مجلس الاداره، انا زعلان، انا هبعد، انا مش عارف ايه. وسمعنا الكلام ده دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان اللي طلع الكلام ده زملكاوي ده كده كده. سمعنا الكلام ده طالع دلوقتي، مع كامل الاحترام ليك. سمعنا دلوقتي، سمعنا الفتره دي، وانت مش اول واحد يقولها. ده يا باشا سكريبت ومتوزع. يعني انت زي ما قلت في الحلقه وانت بترد على بني الاهلي، اللي انتوا مش اول ناس تقولها، لا ده في مواقع وفي ناس تانية قايله ومواقع رياضيه وي وي. فده يا باشا سكريبت متوزع يتنقل زي ما هو، زي السكريبت اللي متوزع بعد ما كسبوا الماتش اللي فات في قبل نهائي الكونفدراليه، ان في لاعب من داخل الفريق اتصل بلعيبه الزمالك وبارك لهم هنا قصاد امام عاشور. والكلام ده ما حصلش، الكلام ده ما حصلش. وبعيدا عن اختلافنا مع امام عاشور او عايزينه يمشي او عايزينه يقعد والكلام ده، امام عاشور مكمل، وانا هو انت اهو، انا هو انت اهو. امام عاشور هيجدد في نهايه الموسم، وانا هو انت اهو. افتكر انا قلتها لك. بس اشمعنى كميه اللي والناس اللي طلعت تتكلم من هم ولاد النادي اصلا، يعني ناس تلاقيها برضو من ولاد النادي وبتطلع تدب في النادي وتدب في الاداره في وقت مش مستحملين النادي، مش مستحمل فيه اي حاجه. كل اللي بيحصل في الاعلام ده ما هو الا زياده ضغط على الاداره وعلى الاهلي، وان هم بيسخنوا جمهور الاهلي على الاداره اكتر ما الجمهور سخنان. هم شايفين ان الجمهور سخنان وايه داخل في العالي، فهم لا يا باشا. بس جمهور الاهلي زي ما قلت لك قبل كده واعي. 4 ماتشات بالطول بالعرض هنستحمل. استحمل يا اهلي، استحمل. مجلس اداره الاهلي وقف اي حاجه دلوقتي. كده كده النادي الاهلي واداره الاهلي ما بتسيبش حق النادي، عارفين ده كويس. والجمهور مش هيسمح ان حق النادي يضيع اصلا. بس 4 ماتشات اكون او لا اكون، وانا بقول لك اكسب ال4 ماتشات وصدقني هناخد الدوري. لو كسبت، لو الاهلي، سيبك بقى من الهلهلتين التانيين دول مالناش دعوه بيهم. 4 ماتشات، اكسب ال4 ماتشات، ولو ما خدتش الدوري يبقى نطلع نشوف الموضوع ده. بس بقول لك 4 ماتشات تكسبهم وهتاخد الدوري. بيراميدز، زمالك، والماتشين الباقيين انبي وسيراميكا. انبي والمصري. اكسب يا باشا ال4 ماتشات دول ودوس فيهم وهتاخد الدوري. ونتقابل في اخر الموسم بعد نهايه الموسم واحنا بنمسك جمهور الزيزي، مش بنطلعه مسرح بقى، بنطلعه حته تانية واحنا قاعدين واخدين الدوري. ونتعامل بقى وقتها، هنتقابل.